صلى على محمد وعلى المسلمين بطريقة خاصة من الطرف الإعلام الحسيني مكتبة المقدسة، ولا نلتقي بأحد الخدمة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ذلك الإمام الذي قتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، والذي كان مسجونا في سجن البصرة لمدة سنة كاملة، ونقل من سجن البصرة إلى سجن بغداد، وموكب ناحية شيخ سعد في كل سنة وكل عام منذ 2008 انطلق من سجن الكوات سجن البصرة الذي بقي فيه الإمام مسجونا عام كامل، وبعدها نقل بأمر هارون لعنة الله عليه إلى بغداد. ونحن نمثل تلك النقلة وتلك المظلومية التي جرت على الإمام لمدة المسيرة 30 يوما أو أكثر بيومين، وتلك المسيرة مرورا بالبصرة وأقضيتها ونواحيها، والعمارة وأقضيتها ونواحيها، وواسط وأقضيتها ونواحيها، وصولا إلى بغداد. ووصلنا يوم أمس إلى بغداد الكاظمية إلى الإمام موسى بن جعفر، ونحن موكب أهالي شيخ سعد، واليوم هذا موكبنا على المحيط في خدمة الزوار، ونقوم على خدمتهم مأكل ومشرب ومبيت، ودائما نحن في خدمة ديننا ومذهبنا ومرجعيتنا، ونوصي الجميع ونوصي أنفسنا أولا بالالتزام بالمراجع العظام، والالتزام بما تريد الشارع والحوزة الدينية والمرجعية الرشيدة، لأن الناس أنظارها كلها متوجهة وضد ما يروم إليه ديننا الحنيف الشريف، ديننا الذي هو أس الدين، الذي بني على دماء الحسين، دماء محمد وآل محمد، وبني على مظلومية الإمام موسى بن جعفر. لماذا سجن الإمام موسى بن جعفر لمدة 14 عام؟ لأنه هو الحق المبين، والذي هو أساس الدين، والذي هو أقام الدين عليه، لأنه هو الإمام المفترض الطاعة. لكن العباسيين لعان الله سلبوا الحق من أهله، فقاموا بسجنه. وبعدما وصل إلى بغداد وكان في سجن السندي لعنة الله عليه، وأمر هارون بسمه فسمه، وذهب شهيدا سعيدا في مرضاة الله. وإن شاء الله موكب شيخ سعد دائما وأبدا هو السباق إلى خدمة الحسين، وجميع المواكب إن شاء الله هي في خدمة سيد الشهداء. عندكم خدمة بسامراء المقدسة بكربلاء المقدسة؟ نعم، موكب آل شيخ سعد نبدأ الخدمة من 40 الحسين الذي كان سيد جاسم الطويرجاوي يصطحب الموكب رحمه الله ويخرجه الضعينة مرد الروس، ونذهب إلى كربلاء، وبعد كربلاء نذهب إلى سامراء لمدة 10 أيام، وبعد سامراء عندما مجالس الزهراء سلام الله عليه الروايات الثلاثة، وبعدها رواية أم البنين، وبعد أم البنين نذهب إلى البصرة المسيرة الكبرى، المسيرة الرجبية، مسيرة الإمام موسى بن جعفر. وبعد الرجبية إن شاء الله ب10 أيام نذهب إلى زيارة الشعبانية، مدتها 10 أيام، مسيرة الشعبانية إلى الإمام الحسين كربلاء المقدسة، ونبقى نقيم 5 أيام في حسينيتنا في باب طويريج خدمة للزوار لمدة 5 أيام. وبعدها إن شاء الله شهر رمضان المبارك مجالس لمدة 30 يوما، وكل يوم خميس ليلة الجمعة افطار في كربلاء لجميع الزوار، بالإضافة إلى ليلة القدر، وبعد القدر إن شاء الله ليلة العيد، وبعد العيد وبعد أن ينتهي شهر رمضان عندنا مجالس الإمام الصادق 25 شوال، وبعد شوال عندنا مجالس الجواد،
والباقر ومسلم بن عقيل وعرفة، ونبدأ محرم، وإن شاء الله موكب شيخ سعد بإذنه تعالى على طوال السنة، وصاحب التعزية وصاحب القراءة وباقون إن شاء الله. ونسأل الله القبول، ونسأل الله أن يجعلنا من المصاديق الحقة الذي قال الإمام الصادق: يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، وقال رحم الله من أحيا أمرنا. وإن شاء الله إن شاء الله موكب شيخ سعد، ونضيف وكما ذهب ولبى نداء المرجعية، نداء مرجعية السيد السيستاني حفظه الله في جبهات القتال، إلى أن انتهت آخر شيء تحرير الموصل. كنا في الخطوط الأمامية مع الجيش ومع الحشد، وفي سبايكر وفلوجة والصينية والمحلبية وعين الحصان وهلم جرة، كل مناطق الغربية شاركنا فيها، وحمرين والعلم وكل المناطق شاركنا فيها، وتكريت، إلى أن انتهت وتحررت الموصل. نحن موكب شيخ سعد في السوحة المتقدمة لجبهات القتال، وإن شاء الله نسأل الله أن يجعلنا ويجعلكم في ركاب صاحب الزمان عجل الله فرجه المبارك الشريف عندما يظهر بإذنه ومنه، وأن يمن علينا ويجعلنا من المستشهدين بين يديه بإذنه ومنه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خادم موكب صاحب الزمان الحاج نعيم مزعل. الله يحفظكم حج، الله يحفظكم بحق الحسين إن شاء الله جميع خدام. الله يحفظكم. من كاظمين المقدسة، مؤسسة الطرف الإعلام الحسيني.